عندكم بغيت ماما نهز بالرايه ديالكم. غصبني فيها الشريف، غصبني فيها. انا من البارح هادي يومين وانا ما تنسكتش من البكا، هما يعاودوا لك العائله. فين ما نديرها نتفكر بنتي، فين ما نشوفها كنتفكر بنتي. ناعس ما ناعسه ليل ونهار، نطلع السطح نتفكر بنتي، ندخل الكوزينه بنتي، النار شاعله فيا. القضيه ديال اليوم قضيه مغربيه، والاحداث ديالها وقعوا في مدينه مكناس، وبالضبط في منطقه مولاي ادريس الزرهوني. هذه المنطقه غادي تعرف واحد الجريمه بشعه وخاليه من الانسانيه. وغادي نبداو القصه ديالنا من عند اميمه الزياني. اميمه الزياني تزادت سنه 1997، وهي البنت الوحيده عند والديها، وهي كل شيء بالنسبه ليهم وعزيزه عليهم. دوزات طفوله عاديه كأي بنت مغربيه من عائله محافظه، ناس دراوش داخلين سوق راسهم. الاب ديالها كان خدام عساس ديال الطاكسيات كيتقاضى 50 درهم في النهار، والام ديالها كانت كتهتم بالتربيه ديالها. اميمه بدات كتكبر بشويه بشويه، وبداو كيبانوا الطموح ديالها، وبدات كتحدد في المستقبل ديالها. ومن بعد ما شدات البكالوريا، اميمه هنا غادي تقرر بنفسها انها تلتحق بكليه ديال الحقوق اللي كاينه في مدينه مكناس. وهنا العائله ديالها بحكم الطريق بعيده ما بين الدار والكليه غادي ينكريو ليها مع الطلبه في واحد البلاصه قريبه من الكليه. وبالفعل غادا تمشي وتلتحق بالكليه، ودوزات العام الاول وفاليدات جميع الموديلات ديالها، وبدات السنه الثانيه. هاد السنه هذه واحد الشخص غادي يدخل لحياتها اللي حتى هو طالب معاها في نفس الكليه، والاسم ديالو منير، وكان عنده العام الرابع في الكليه. اميمه ومنير غادي تجمعهم علاقه صداقه، وغادي تبادلوا الارقام ديال الهواتف، وغادي يكون بيناتهم اتصال. شويه كيعيط ليها كتعيط ليه، الا احتاجت شي حاجه كيساعدها فيها. وكانت العلاقه غاده على هذا المنوال من البدايه ديالها. لكن بالنسبه لهذا الشخص اللي الاسم ديالو منير، بدا كيفكر في اميمه بواحد الطريقه اخرى، لانها عجباتو بالزين اللي فيها والطيبوبه اللي كتميز بها. فهنا بدا كيبغيها ويتقرب منها، وكيحاول يوصل لها هذيك الفكره انه عنده مشاعر تجاهها، انه باغي يدخل معاها في علاقه. ولكن بالنسبه لاميمه ما كانتش كتجاوب معاه، لانها عندها واحد الهدف في حياتها اللي حاطاه وباغا توصل ليه، انها تكمل القرايه ديالها وتعين كمحاميه وتهز والديها وتعوضهم على داكشي اللي داز عليهم كامل. وبقاو على هاد الحاله هذه مده عام، وهو كل مره يفتح معاها الموضوع. ولكن اميمه كتحاول ترفض وكتهرب بحجه انهم مازالين كيقراو ومازالين ما حقين حتى شي حاجه في المستقبل ديالهم، ما خاصهمش يفكروا في هاد المواضيع ديال الزواج في هاد الساعه هاد. وهنا منير قرر يمشي يهضر مع الاب ديالها مباشره. داكشي اللي دار، مشى تلاقى مع الاب ديال اميمه في السوق وسلم عليه وقال ليه انا طالب وراغب في يد ديال بنتكم وبغيت نتزوج بها. وهنا الاب ديال اميمه قال ليه انا عارف بنتي ما كتفكرش نهائيا في الزواج، لا بك انت لا بواحد اخر. البنت باغا تقرا وتحقق الحلم ديالها، الفكره ديال الزواج حيدها من بالك وسير الله يسهل عليك في شي جهه اخرى. ومن بعد هذا الرفض منير غادي يبدل طريقته معاها، غادي يولي عنيف، وفيما يشوفها يتعرض ليها وبدا كيهددها، غندير لك شي حوايج اللي خايبين الا ما تزوجتيش بيا. واستمر على هاد التهديدات وعلى التبرزيد ديالو اللي داير. وهنايا العائله ديال اميمه قرروا يمشيو يتبراو في العائله ديالو، وداكشي اللي غادي يدير الاب ديالها كيمشي هو وخالها وكيمشيو عند العائله ديال منير وكيقولوا لهم باللي منير راه كيبرزط بنتنا وكيهددها ودائما كيتلقى ليها، وكيقولوا لهم صافي حنا غادي نهضروا معاه. ولكن من بعد منير كيدير اللي في راسو، بدلوا الارقام ديال التليفونات ديالهم كاملين باش ما يبقاش يتواصل معاهم. ولكن منير بقى كيقلب على النمره ديال اميمه وكيحاول يلقاها باي طريقه، اللي ما خلى حتى شي واحد مشى عنده، لكن ما بغاوش يعطيوها ليه. وفي اخر المطاف اشنو قرر يدير؟ مشى شد صاحبتها وهو يشدها بزز منها وهددها انه غادي يضربها الا ما عطاتوش الرقم ديال اميمه. والبنت مازال صغيره تخلعات من ديك الطريقه باش كيتعامل معاها، وقالت ليه خذ الرقم قيدو عندك. داكشي اللي دار، خدا الرقم ديالها مباشره كيتصل باميمه وكيقول لها الرقم اللي حيدتيه وبدلتيه ها انا عرفته. وبدا ثاني في التهديدات ديالو، كل مره مكالمه، كل مره تهديد في شكل، حتى وصل التهديد ديال القتل، الا ما كنتيش معايا ما غاداش تكوني مع شي واحد اخر. وبقى كيهدد فيها بهذه الطريقه هذه، ولكن هي ما تسوقاتش ليه نهائيا، واي حاجه كيقولها لها كتمشي تقولها للعائله ديالها. ومشات الامور مده على هذا المنوال هذا حتى لواحد النهار في سنه 2018، وبالضبط نهار 29 في شهر 9. في هذا النهار هذا كان يوم عادي عند اميمه، كانت عندها الصديقه ديالها، ومن بعد ما تغداو وارتاحوا شويه خرجات هي والصديقه ديالها عندهم واحد الندوه غاديين يحضروا ليها مع الخمسه. وملي وصلوا للبلاصه اللي فيها الندوه غاديين يلقاو الطلبه مجموعين. الندوه يلاه غادا تبدا، الامور كلها مزيانه، كتكون الصديقه سابقه هي الاولى ومن وراها اميمه، وفي واحد اللحظه كتوقف اميمه
باش تسلم على واحد الزملاء ديالها، وصديقتها كتكون بعيده عليها غير بواحد الخطوات قليله. حتى كيوقف منير كيصرفقها واحد التصرفيقه اللي قويه حتى كيدوخها. في هاد اللحظات هذه كتحاول تدخل الصديقه، كتقول ليه الا كان شي مشكل حلوه غير بالعقل، لكن هو ما كيتسوقش ليها وكيعطي الأميمة واحد ضربه قويه للبطن ديالها حتى كتحنى وكتبقى شاده في كرشها. هنا الصديقه كتحاول تدخل، كتحاول تهضر معاه، لكن هو في واحد الحاله هستيريه وما كيجاوبش نهائيا. في البلاصه كيحل الكلاسور اللي كان هاز في يديه وكيجبد منه واحد الجنويه اللي كبيره. البنت اللي معاها مع شافت الجنويه بدات كتغوت وكيعطيها اول ضربه للكرش ديالها. البنت غير شافت الدم وهي تمشي تجري، دخلت المكان ديال الندوه باش تعيط على شي حد من الاساتذه يقدر يعتق أميمة من داك الضرب اللي كتلقاه. لكن في ديك اللحظات اللي خلات فيها أميمة، هنا المجرم غادي يتربص بالضحيه ديالو وغادي يحكمها مزيان وغادي يبقى يعطيها في الطعانات اللي غادي يوصل العدد ديالهم اكثر من 21 طعنه حتى كيحطها جثه هامده قدامه. وهنا منير دخل في حاله هستيريه. لولا تدخل بعض الشهود كان غادي يبدا يقتل في الطلبه. جات الشرطه ولقاو عليه القبض ودوه لمركز الشرطه باش يبداو معاه التحقيقات، لكن منير بدا كيرد حتى طاح ودوه للمستشفى. وملي كشف عليه الطبيب لقاوه بانه شرب الفانيله ديال الفيران، كان باغي ينتحر. والمحزن في الامر ان الوالدين ديال اميمه حتى هما ساقوا الخبر غير من مواقع التواصل بحالهم بحال كاع الناس، وشافوا البنت ديالهم كيفاش مليوحه وعايمه في الدمايات ديالها، وتاثروا بزاف لان كان مازال الخبر ما وصلهمش من عند السلطات. انا حطيت لكم الرابط ديال الفيديو في الوصف الا بغيتوا تشوفوا اللحظات اللي كانت فيها اميمه ملقيه فوق الارض وعايمه في الدمايات ديالها والمجرم كيغوت على الطلبه والناس هازين التليفونات ديالهم وكيصوروا. وفي هذه الاثناء هذه كيكون منير كمل العلاج ديالو وكيتوجه لمركز الشرطه باش يبداو معاه التحقيقات. وهنا غادي يعترف بالقصه كامله وغادي يبدا يقول لهم في الدوافع اللي خلوه انه يقتل اميمه، وقال انه كانت معاه على علاقه وكانوا كيبغيو بعضياتهم حتى دخل بيناتهم واحد الشخص جديد واللي هو الاستاذ ديال اميمه. وهنايا كيقول لهم منير بان هذا الاستاذ من نهار اللي دخل لحياتها وهي تقلب عليا بدات كتروم لهذاك الشخص اكثر مني، وحتى ملي خطبتها رفضات ولات كتفكر فيه وخلاتني انا. وهنايا ملي كيقولوا ليه شنو هو الدليل ديالك على هذا الشيء كيوريهم الرقم ديال الاستاذ وكيقول لهم انا عندي اتصالات بيني وبينه اللي كان هو كيتصل بيا، وكيقول لي خاصك تفرق معاها راني انا باغي نتزوج بها. وهذا الشيء اللي خلاني نتبع الخطوات ديالها حتى نعرفها فين كاينه وفين كتمشي وفين كتجي ونهايه الحياه ديالها كيف ما كنت مخطط. ولكن هنا ملي المحققين كيسولوا العائله ديال اميمه كينفيو هذا الشيء وكيقولوا هذا الشيء ما كاينش نهائيا. وهاد الهضره اللي كيقول على الاستاذ ديالها فرحنا اللي تواصلنا معاه وحنا اللي طلبناه وقلنا ليه هضر معاه بانك انت الاستاذ ديالو ديجا انه قرا عندك يقدر يحترمك ويحشم منك. وفعلا الاستاذ كياخذ الرقم ديال منير وكيتواصل معاه، وملي كيهضر معاه كيدوي معاه بقمه الادب وكيقول ليه هذا المشكل اللي واقع. راه الوالدين ديالها جاو عندي وقالوا لي بلي انت كتطلقاها وباغي تزوج بها وهي رافضه، وكيقول لي بلي هادشي راه تقدر تتابع ليه قانونيا، ما عندك ما دير بها، مادام البنت ما باغاش صافي خليها على الخاطر ديالها وانت قابل المستقبل ديالك وتقدر تتعرف على بنات اخرين ويكون عندك طموح اكثر من هذا اللي باغي تحط راسك فيه. وهنا منير كيقول ليه بصح استاذ عندك الحق وانا متفق معاك، ودابا ملي هضرتي معايا صافي غير كون هاني غادي نبعد من جهتها وما غادي يوقع حتى شي حاجه. ولكن ملي كيقطع معاه التليفون الخيال ديالو كيبين ليه هذا السيناريو هذا وكيتخيل ليه بان العائله على التواصل مع هذا الاستاذ هذا فغتكون بيناتهم شي حاجه، يا اما باغي يخطبها يا اما باغي يتزوج بها. وبالنسبه للاستاذ فهو مزوج وعنده وليداته، وفي سنه 2019 والحكم اللي غادي تحكم به منير هو 30 سنه سجنا نافذا. وهنا بغيت الراي ديالكم في الحكم، واش 30 سنه كافيه تطفي جمره الام المحروقه على البنت الوحيده اللي عندها؟